بسم الله. نبداو حكايتنا. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان الحبق السوسان في حجر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. كانوا الناس يعيشوا في أمان ويحطبوا الحطب لدوير الزمان. هادو 7 بنات رسلهم عائلاتهم يحطبوا الحطب، وكانت بينهم وحدة زينة اسمها هينة. وكيف ما هو معروف خاصهم يرجعوا لمنازلهم قبل مغيب الشمس، خوفا من مجيء الغول. وبين ما البنات تيجمعوا الحطب، كل وحدة فيهم واش لقات. وحدة لقات دبليج، ووحدة لقات خاتم، وحدة لقات بشط، ووحدة لقات عقد. إلا هينة لقات بشهاب اللي هو قطيب. جمعوا البنات الحطب في رزيمات، وكل وحدة حملات الرزمة ديالها على كتافها، وشدوا الطريق راجعين لمنازلهم. ولكن هينة كانت في كل خطوة كتمشيها كتحليها رزمة الحطب، ويرجعوا البنات باش يعاونوها في حزمها ويكملوا الطريق. وكانت الرزمة كتفتح من جديد ويعاونوها من تاني حتى قرب عليهم مغيب الشمس. وهنا البنات خافوا على راسهم وكملوا طريقهم بلا ما يتلفتوا لهينة، وهي مازال مشغولة مع الرزمة. جات ريحة قوية كان وراها ما لا تتمناه. كان الغول عاونها في عقد الرزمة وحط المشهاب في العقدة، وقال ليها: نهار تجي الشتا والريح والنفانف ونقول لك ها هينا مدي المشهاب، مديه ليا. ورجعات هينا مرعوبة وباكية للدار. سولت همها مالها، وحكات ليها اللي وقع مع الغول. ولكن امها طمأنتها وقالت ليها: ما عندك مناش تخافي، حيرة غير فيه. مرت ايام وايام، وفي يوم كانت فيه ريح قوية ونفانف اللي هما صفير الريح عبر الأبواب والنوافذ، والشتا خيط من السما. جا الغول كيف وعد هينا وقال لها: واه هينا مدي المشهاب. كيف سمعاتو هينا ترهبات وترعبات، وقالت لمها: ناري يمي، والغول جا اشنو ندير؟ قالت لها امها: قولي ليه تمدوا لك امي. جاوباتو هينا وقالت: تمدوا لك امي؟ قال لها: يعطيك الغمة، لا انتي ولا هي، واه هينا مدي المشهاب. جاوباتو: تمدوا لك اختي؟ قال لها: يعطيك الخوا، لا انتي ولا هي، واه هينا مدي المشهاب. جاوباتو: تمدوا لك خالتي؟ قال لها: يعطيك الخلا، لا انتي ولا هي، واه هينا مدي المشهاب. جاوباتو: تمدوا لك عمتي؟ قال لها: يعطيك العمى، لا انتي ولا هي، واه هينا مدي المشهاب. فكرات هينا مزيان وقالت لها: ابنتي ركبي على ظهر الخادم وتغطاي ومديه المشهاب، والغول ما يقدرش يخطف الخادم. وهذا الشيء اللي كان. ركبات هينا على ظهر الخادم وعطاتو المشهاب، ولكن الغول كان ذكي وما دارتهاش به الحيلة. خدا المشهاب وغرسو في عين الخادم وخطف هينا من ظهرها ومشى. الخادم مسكينة ما بيديها حيلة، رجعات لعندهم تبكي وتصرخ وتقول: لالا مشات وعيني تعمات، لالا مشات وعيني عمات، لالا مشات وعيني عمات. هينا كانت مخطوبة لولد عمها اللي مشى للحرقة، ومن يرجع ما لقاهاش. وسول عليها امها وامو فين مشات، وجاوبات امها باللي ماتت، وطلب منهم ينعتوا له قبرها. ونعتوا ليه قبل مجهول ما معروفين ناسو. بنى عليه الحبيب خيمتو، تما ماكلتو وتما شربو ونعاسو. مرت الايام والليالي، وفي الليله الثالثه جاتو مرا كبيره في السن ما عرفها واش انس وجن. خاطباتو بالكلام المفهوم: والمقيل علاش مقيل تما؟ راك مقيل على خزنة، اما هينا خداه الغول. دخل الشك في ولد عمها، ما بقى جاه نعاسو، والتفكير في كلام الشارفة هرس ليه راسو. وقرر يرجع لدارهم. كيف شافتو لمي ما جاي على حصانو بدات تزغرت وتقول: سعدي بولدي رجع ليا. دخل للدار وطلب منها طيب ليه احب اكله عنده، وهي بركوكش، وتقدمها ليه في زلافه وهو مازال طيب وسخون. ومن فرحة مو برجوعو ما رفضت ليه الطلب وقامت بالواجب، وجابت ليه بركوكش سخون يفور. ولكن عوض ياكلو شد يد ميمتو وحطها وسط الزلافه الطيبه وقال ليها: دابا قولي لي فين هاينه؟
جاوبات امو: طلق مني يا وليدي، راني تحرقت ونقول لك فين مشات هاينه الله يرضي عليك. وحكات ليه قصه الغول واللي وقع. سرج الحبيب حصانو وجمع عتادو وخدا معاه في رحله البحث عن مخطوبته. قفه من الملح وقفه من السكاكن وقفه من المخايط وقفه من الابر وشد الطريق. وصل على كدية كحلة وقال: الكدية الكحلة، مالك تكحالي وتزيدي في الكحولية؟ جاوباتو: بالسيف ولدي ما نكحال ونزيد في الكحولية، وهاينا دازت عليا. وصل على الكدية الزرقاء وقال: الكدية، مالك تزرقي وتزيدي في الزرقية؟ جاوباتو: بالسيف ما نزرق ونزيد في الزروقية، وهاينا دازت عليا. وصل على الكدية الصفرا وقال: الكدية، مالك تصفاري وتزيدي في الصفورية؟ جاوباتو: بالسيف ما نصفر ونزيد في الصفورية، وهاينا دازت عليا. استمر ولد عمها على هاد الحال حتى وصل للكدية البيضاء وقال: الكدية، مالك تبياضي وتزيدي في البيوضية؟ جاوباتو: بالسيف ما نبياض ونزيد في البيوضية، وهاينا ساكنة فيا. نزل ولد العم من على حصانو فاش سمع كلام الكدية البيضاء. عنده امل يلقى هينه في هذا المكان. بقى يسول اللي لقى من الناس على فين ساكنه هينه، وكلهم تيقولوا: واش هينه اللي عند الغول؟ ومستغربين لان حتى واحد ما يقدر يقرب للمكان اللي ساكن فيه الغول. نعتولوا المكان. وصل لدار الغول، ولكن منين يدوز باش يشوف هينه وكيفاش يعمل باش يتكلم مع هينه؟ شويه جا عنده واحد الفروج خرج من دار الغول وهو يعيط عليه وسولو: اشنو كتعمل هينه؟ جاوبوا الفروج: هينه غسلات الصوف وتتنشرو باش ينشف. قال ليه ولد العم: سير كلمها ليا، لف الصوف على رجليك وخرج تجري عندي وهي غادي تتبعك. وهذا الشيء اللي كان. وما شدها الفروج حتى شدها عند ولد عمها عاد وقف. وكيف شافتو هينه قالت ليه: انا ريا ولد عمي، وشنو جابك وكيف ندير ليك؟ الغول يرجع من الصيد يشم ريحتك، وإلا لقاك ياكلنا اليوم لا انت ولا يا انا يا ولد عمي. فكرت هينه فين تخبي ولد عمها ونزلت للمطموره، دقات القرنفل والريحان والورد ورشات به الدار باش تخبي ريحته على الغول. وفجأة شم شي حاجه ماشي هي هذيك وقال لها: ريحة الناس في بلادنا يا عبادنا. جاوباتو هينه: ما كاين والو في الدار غير انا. قال لها: ريحة الناس في بلادنا يا عبادنا. جاوباتو هينه: غير ريحة الورد والقرنفل والريحان اللي دقيت. منين وصل وقت نعاس الغول شد شعر هينه ولفو على رجليه باش ما تقدرش تنوض او تهرب. ولكن هينه هاد المره تكلمت مع النمله الرقيقه وكراتها وطلبت منها تفك ليها شعرها من رجلين الغول فاش ينعس. وهكذا بدات النمله تسليها بالزغبه بالزغبه حتى فكاتها. طلعت ولد عمها من المطموره ورشت الدار مره تانية بخلطة العشب اللي دقات وهربوا. لكن هينا ما دارتش بحساب المهراز اللي دقات فيه. كيف خرجوا من الدار بدا تيتهز حتى للسما وتيتخبط مع الارض ويقول: طن في راس الغول، فطن هاينه مشات يا الغول. ويتهز تاني ويتخبط ويعاود: طن في راس الغول، فطن هاينه مشات يا الغول. فاق الغول من نعاسو وبدا يشمشم وتبع طريق هينه. تلفتات هينه بانت لها عجاجه كبيره تبعاهم، وفاش قربت العجاجه لقاتو الغول جاي يجري وراهم وهي تصرخ: نار يا ولد عمي، الغول تابعنا وقرب لينا اليوم لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة الباري تغرسو في رجلين الغول وبقى ينقي فيهم حتى بعدوا عليه. ومنين كملت نقيا تبعهم تاني وفاش يقرب ليهم هاينه تقول: نار يا ولد عمي، الغول تابعنا وقرب لينا اليوم ياكلنا لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة المخايط. الغول بقى ينقي حتى بعدوا عليه ومنين كمل تبعهم تاني. رمى ولد عمها قفة السكاكن وفي الحول الغول رجليه مزيان وبقى ينقي حتى بعدوا عليه ومنين كمل تبعهم تاني. وهنا رمى ولد عمها قفة الملح
وفاش الغول مشى فوق منو حرقاتو في شروح رجليه وما بقاش قادر يزيد. نادى الغول هينة وقال: واه هينة، نتصرف ليك في زيف. جاوباتو هينة: ما نديروش. قال لها: نتصرف ليك دبليج. جاوباتو: ما نهزوش. قال لها: نتصرف لك مجدول. جاوباتو: ما نتحزمش بيه. قال لها: نتصرف لك شربيل. جاوباتو: ما نلبسوش. قال لها: نتصرف لك طير. جاوباتو: ما نقربش ليه. قال لها: واه هينا، الطيور الا لقيتيهم ضاربين في السما ما تفكيهمش. كملات هينا طريقها هي وولد عمها، وكل مرة تلقى حاجة وما تهزهاش، حتى جاو واحد الطيور فوق راسهم وبداو مضاربين. بغا ولد عمها يفكهم وما خلاتوش، ولكن في الأخير نزلوا فكهم وهو يسرطو واحد الطير فيهم. وبقات هينا تبكي عليه. من بعيد بان ليها واحد السارح مع قطع غنم وكلبة. شدت هينا الكلبة، ذبحتها وسلخت الجلدة ديالها ولبساتو. وهكذا هينا من فتاة جميلة تصرفات وولات كلبة، وقادت الحصان في اتجاه السارح. وكيف شاف الحصان تعجب. رجعت هينا مع السارح للدار وهي قايدة الحصان. بداو تيقولوا: يا حليلي، كليبتنا جابت لينا حصان. في كل ليلة كان يجي الطير ويحط فوق الدار ويقول: واه هينا، واش عشاك الليلة؟ تجاوبوا: عشايا النخالة ورقادي بين الخوالف. يقول الطير: أقرح قلبي قرح، ويطير ويزيد. في كل ليلة نفس الشيء، حتى خبر الجار السارح بما يجري وعس عليها وسمع وشاف بعينيه كل شيء. الليلة التالية قال لمراتو: عشي هاد الكلبة بالفتات ورقديها بين البنات. في الليل جا الطير وقال: واه هينا، واش عشاك الليلة؟ جاوباتو: عشايا الفتات ورقادي ما بين البنات. جاوبها الطير: أفرح قلبي فرح، وطار وزاد. فكر السارح اشنو يدير فاش شاف وسمع للمرة الثانية، وفتاو عليه الناس باش يعرض على الطيور كاملين ويزردهم ويوكلهم مزيان. والطير الثقيل اللي ما غاديش يقدر يطير هو اللي صارت شي حد. وكان كلام الناس صحيح، فاش كلاو الطيور كلهم طاروا الا واحد. قالت ليه هينا: حط ولد عمي. قال ليها الطير: نحطو لك عور. قالت ليه: حط لي يا ولد عمي. قال ليها الطير: نحطو لك زحاف. قالت ليه: حط لي يا ولد عمي كيف سرطيه. وحطو، وكان ولد عم هينا تهلا فيه السارح وعاملو كيف ما لو كان ولدو. وفي يوم ماشي بعيد قال للسارح: بغيت نتزوج بالكلبة. قال ليه السارح: اشنو تتقول ولدي، هادي عمرها ما كانت. لكن بعد إصرار من الشاب قرر باش يزوجها ليه. وناس القبيلة يتعجبوا ويضحكوا كيفاش يقدر شاب يتزوج كلبة اللي هي حيوان. العائلة ما فرطاتش وعملت ليه عرس كيف جميع الناس. وفاش هينا وولد عمها كانوا وحدهم قال ليها: لوحي الجلد. ولاحت هينا الجلد. في الصباح مول الدار قال الخادم باش تمشي تشوف سيدها كيف صبح واش الكلبة كلاتو ولا لا. مشات الخدم وتفاجأت باللي شافت، ورجعت تجري عندهم وتقول: الله على مرات سيدي شحال زينة، البياض بياض التلج، والشعر طويل وكحل بحال الليل، والخال فوق الخد باين. وهكذا رجعت هيدا كيف كانت بنت زينة، وكان الزواج وكلمات ولد عمها سبب في إبطال السحر. وهذه نهاية حكاية هينا والغول. ومشات خبرتي من الواد لواد، وبقيت أنا مع الناس الجواد. حكايتنا هنا سالات، مازال موراها يجيو حكايات. لا عجبتكم خليو بصمتكم هنايا باش تشجعوني نستمر حتى نايا.